وبعد ما خلصنا لقيته بيقولي مش كفاية خيال لحد كده. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني جه الوقت اللي نحول الخيال ده لحقيقة، وأشرف اهو بقى في ايدينا، وهو عمره ما يرفض لي أي طلب، وهنقضي مع بعض أحلى وقت. ما اكدبش عليكم، أنا ساعتها استغربت قوي، ومستغرب يعني استغربت وقتها. بالعكس، انا حسيت ان انا اتبسطت. صاحبة القصة بتقول حكايتي بتبتدي لما سني وصل 29 سنة، وكنت لسه آنسة ما اتجوزتش. الموضوع ده كان عامل زي الحريقة في البيت، وماما كانت بتقولي انتي عنستي. الكلمة دي كانت دايما بتقطعني من جوايا. طول عمري كنت لما بسمعها بتتقال على أي واحدة بعرف إن كده معناها حاجة وحشة، وإن بيتقال عليها حاجة مش كويسة، وكأن اللي ما اتجوزتش دي واحدة جربانة محدش عايز يقرب لها ولا يجي ناحيتها. أنا خريجة كلية تجارة، وبشتغل في شركة كبيرة، وأنا حلوة وبيضة وجميلة وجسمي حلو، يعني مفيش أي حاجة تعبني. بس هو نصيب، كل واحدة بيجيلها نصيبها في الوقت المناسب والوقت المكتوب لها. بس نعمل ايه بقى في كلام الناس؟ وزي ما انتم عارفين الناس ما بتسيبش حد في حاله، وما بيصدقوا اي حاجة. بنت تتأخر في سن الجواز او اي حاجة زي دي، وتبدأ سكاكين الناس تقطع فيها. انا اتخطبت قبل كده مرتين، بس ربنا ما أرادش انها تكمل. مش عايزة اوجع دماغكم بكلام كتير. المهم ان اتقدم لي سامح. سامح ده كان عنده 37 سنة، يعني هو كمان كان كبير، ويعتبر اتأخر في الجواز. بس الناس ما بتقولش أي حاجة على الراجل لما يكبر في السن، العين كلها بتبقى على البنت. بس سامح كان بيشتغل في دولة خليجية، ومستواه المادي كان كويس جدا، كان ممتاز. ولما حس انه عمل فلوس كفاية والفلوس اللي تكفيه، قرر انه هو خلاص بقى يستقر ويبطل سفر، ويعمل اي مشروع هنا ويتجوز ويستقر. وانا في الوقت ده كنت صاحبة النصيب. اتخطبنا وجاب لي شبكة كويسة جدا، وجاب لي شقة قريبة من بيتنا، وكمان الشغل بتاعه كان جنب شقته. وبصراحة هو شخص محترم جدا، وكان عايزني أشتغل عادي وأكمل شغل عادي جدا، لأنه عارف إن الدنيا بقت صعبة. وكان بيقولي أهو إيد على إيد تساعد، والحياة بقت صعبة جدا مش زي الأول. الكلام ده أنا كنت فرحانة بيه جدا. وبصراحة هو كان معايا في قمة الذوق والاحترام والأدب. واتجوزنا، وفي البداية عشت معاه أيام جميلة جدا، وعوضني عن كل حاجة. بصراحة كنت في منتهى السعادة، لحد ما بدأت تظهر عليه حاجات غريبة جدا، خصوصا في العلاقة وكده. سامح ما كانش فيه أي عيب، يعني بالعكس كان بيعرف ازاي يخليني مبسوطة، وانا ببقى معاه يعني كان بيوصلني للسحاب. وبدل المرة 2 و3، حتى بدأ يقولي احنا عايزين نجدد في العلاقة شوية لاني بمل بسرعة. ساعتها زعلت منه وقلت له معقولة انت بليت مني؟ قال لي لا لا، ما تفهميش غلط، مش ده اللي اقصده خالص، انت زي الفل، انا ببقى مبسوط يعني معاكي وكده. قلت له طب وايه لازمته بقى الكلام اللي انت قلته اللي يسد النفس ده؟ قال لي انا بصراحة يعني عايزك تفتحي دماغك معايا كده. ولقيته راح جايب التليفون بتاعه وراح مشغل عليه فيلم من الاول، يعني الفيلم يعني من الافلام اياهم. كنت بصراحة ساعتها عايزة اجيب كل اللي في بطني، وزعقت له وقلت له انت ازاي توريني القرف ده؟ معقولة؟ قال ده انا بتعلم منهم بس مش اكتر، وكمان اهو نوع من انواع يعني التغيير وكده. واحدة واحدة خلاني بدأت ان انا اتفرج معاه. كان معظم يعني الافلام اللي بيجيبها اللي هي 2 مع 1، يعني زي ما انتوا فاهمين يعني. ولما بحس ان انا بدأت اخد على الوضع قال لي تعرفي انا نفسي في ايه؟ قلت له في ايه؟ نفسك في ايه؟ قال لي نفسي اشوفك مع واحد تاني. ساعتها طبعا انا ما كنتش مصدقه اللي انا بسمعه. انا في البدايه كنت مفكره ان هو موضوع مجرد فرجه وخلاص بقى، وبعدها نبقى مع بعض عادي زي اي اتنين، انما يوصل بيه الحال ان هو عايز يشوفني مع حد تاني وهو يتفرج عليا. فهو ده بقى اللي انا عمري ما تخيلته ان انا ممكن اسمعه منه في يوم من الايام. قلت معقولة اصلا في راجل كده؟ لا وكمان بيستمتع وهو بيشوف مراته مع واحد تاني؟ مش قادرة اصدق الحقيقة. انا ساعتها بقى خصمته بتاع يجي اسبوع، وطولت في الخصام،
وطول الوقت ده هو كان بيجي يصالحني، بس أنا كنت ساعتها بقى زعلانة أوي. وفي يوم من الأيام جاب لي هدية حلوة أوي، يعني حاجة أنا كان نفسي فيها من زمان، وهو علشان يصالحني جابها لي ومعاها بوكيه ورد. وجالي وقال لي في اليوم ده كلام جميل أوي. بصراحة ما قدرتش ساعتها أقاوم كل ده وصالحته. وكانت ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة. ليلتها ما كنتش طبيعية، هو ما كانش طبيعي أبدا، أكيد كان واخد حاجة، لأنه كان زي عشرة في بعض. كنت حاسة إن أنا هموت، بس وأنا في الحالة دي اللي كنت عاملة شبه اللي في غيبوبة بالظبط. لقيته كان بيقول لي تخيلي نفسك مع بطل الفيلم اللي كنا بنتفرج عليه وانتي معاه، وانا بتفرج عليكي، وحاجات تانية كتير زي كده. قال لي ساعتها انا استغربت، بس الغريب بقى ان انا كنت بتخيل فعلا اللي كان بيقولي عليه، والاغرب من ده ان انا كنت بستمتع اكتر، والمتعة عندي بتزيد لما بتخيل الحاجات دي. ولما خلصنا وقفت يعني من اللي كنت فيه، كنت مستغربة أو مكسوفة من نفسي. هو في ايه؟ وازاي الحاجات دي تخيلتها؟ وازاي استمتعت كده؟ ده انا جوايا حاجات ورغبات مش فاهماها بقى، ولا ايه الحكاية؟ انا ما عنديش فاهمة اي حاجة. وواحدة واحدة حسيت ان دماغي بدأت تتغير، والمصيبة ان انا بدأت اتجاوب مع سامح في اللي بيقوله واللي عاوزه. وحسيت ان ما عادش عندي اي مشكلة اني فعلا ابقى مع حد تاني وجوزي يتفرج عليا. بالعكس، ده مجرد تخيل، وضع في حد ذاته بقى لذيذ جدا. وكان سامح عنده صاحبه الأنتيم. صاحبه ده اسمه أشرف، كان أعز صاحب عنده، وكان كل يوم والتاني يجي أشرف يسهر معاه. أشرف ده كان في سن جوزي تقريبا، بس ايه، وسيم جدا وطول بعرضه ورياضي. هو أصلا كان بيشتغل مدرب سباحة في النادي. المهم في مرة وأنا مع سامح في العلاقة، يعني قال زي ما بقينا متعودين إنه يقول يخليني يعني أتخيله مع حد تاني وكده، بس المرة دي قالي تخيلي نفسك مع أشرف. وفعلا زي ما يكون عقلي كان جاهز ومتوقع الحكاية. كانت ليلة من نار. وبعد ما تخيلت بقى كل حاجة قالي كفاية خيال لحد كده. قلتله يعني ايه؟ قالي يعني جه الوقت اللي نحول الخيال ده لحقيقة. ولقيته بيقول ما هو أشرف في ايدينا، وعمره ما هيرفض لي أي طلب، وهنقضي مع بعض أحلى وقت. مخبيش عليكم، أنا ما استغربتش خالص وقتها، بالعكس أنا حسيت إن أنا اتبسطت. بس فجأة واحدة كده ضميري صحي، وقلت له انت بتقول ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. وضربت معاه خناقه كبيره، وقلت له انت مش سوي نفسيا، وانت اكيد واحد مش طبيعي، وانا مش ينفع ان انا اكمل حياتي معاك. وقررت فعلا ان انا ارفع عليه قضيه طلاق. وفعلا رفعت عليه قضيه وماشيه دلوقتي في الاجراءات. فانا كنت حابه ان انا اخد رايكم في اللي عملته في جوزي ده، صح ولا لا؟ وهل يستحق اللي انا عملته ده ولا لا؟ انا عارفه ان ما كانش ينفع ان انا اعيش كل الوقت ده معاه، بس للاسف هو خدعني، وانا كرامتي ما سمحتليش ان انا يبقى جوزي بني ادم زي ده، ما عندوش يعني، مش راجل بمعنى الكلمه. فياريت كنت عايزه اسمع ارائكم واسمع كل تعليقاتكم، وياريت بدون تجريح تنصحوني.